أب قاعد بيكتب رسالة لابنه الصغير، دي مش رسالة عادية، ده بيسيب له خريطة إزاي يعيش أسعد حياة ممكن. الأب اسمه أرسطو والابن زي ما مكتوب قدامك كده، والرسالة دي بقت من أهم الرسائل الفلسفية في تاريخ البشرية. أول حاجة أرسطو قالها لابنه كان صادق، كل الناس بتدور على السعادة، كلهم بيدوروا غلط. أرسطو قال إن في 3 أنواع من الناس، وكل نوع شايف السعادة بشكل مختلف. النوع الأول فاكر إن السعادة لذة، أكل، السوشيال ميديا، ترفيه، ويفضل يجري ورا الدوبامين، بيكون عايز أكتر. النوع التاني فاكر إن السعادة نجاح، فلوس، شهرة، ترقية، باور، بيوصل وبيلاقي إنه لسه فاضي من جوه. النوع التالت فاكر إن السعادة تقدير الناس، عايز كل الناس تحبه وتوافق عليه، وعايش دايما علشان الناس. بس ارسطو قال ان الثلاثه دول غلط، وان السعاده الحقيقيه حاجه رابعه محدش بيتكلم عنها. ارسطو سماها يودايمونيا، ودي مش سعاده بالمعنى الحرفي اللي في دماغك، ودي اقرب كلمه ليها الازدهار، يعني انك تعيش حياتك وانت بتستخدم احسن حاجه فيك كل يوم. السعاده عند ارسطو مش شعور بتحس بيه، ده نشاط بتعمله كل يوم، مش حاجه بتوصل لها حاجه بتعيش. يعني انت لو مبدع ومش بتبدع كده انت مش سعيد في حياتك. بس ده نص الخريطه، بس النص التاني بيفهمك انت ليه بتقع في نفس الاخطاء مرة تانية. بريستو قال لابنه كل حاجة حلوة فيك ليها نسختين وحشين، يعني شجاع حلو ولكن الشجاعة زيادة عن اللزوم تعتبر تهور، وأقل من اللازم تعتبر ضد. الكرم حلو لكن الكرم زيادة عن اللزوم يعتبر تبذير، وأقل من اللازم يعتبر بخل. الثقة حلو ولكن زيادة عن اللزوم غرور، وأقل من اللازم تعتبر ذل. فده يعتبر بيعمل له معادلة جميلة جدا اسمها الوسط الذهبي، يبقاش الشخص اللي بيعمل كل حاجة أو الشخص اللي ما بيعملش أي حاجة. اعرف إمتى تقول أيوه وإمتى تقول لا. ارسطو كتب الكتاب ده لابنه علشان لو مرجعش يعرف ايه الصح. الكتاب ده اسمه الاخلاق النيكوماخية واخلاق نيكوماخوه. والسؤال الحقيقي فعلا انت فين على الخريطة دي؟ انت لسه بتجري ورا اللذة ولا النجاح، ولا لسه ما تعرفش انت رايح فين فعلا؟ في الازدهار. لو عايز الخريطة كاملة اكتب اخلاق في الكومنتات وابعتها لك انت مخصوص.